جديدة. أنا أبغاكم أنتوا اللي تحطون العنوان. أعطني شوي من وقتك، بس شوية. ليش مشاعرنا إحنا ما نتكلم عنها؟ ليش ما نوصفها لشخص؟ عادي، يعني ما فيها شيء، كلها مشاعر. بتقول أنا أخاف هذا يحب أو يكرهني أو لا، عادي، كلها مشاعر، سواء أنت عبرت عنها أو لا. ليش؟ إذا أنت يمكن عبرت لهذا الشخص يمكن يطلع يحبك، ترتاح نفسيا. حتى لو كان يكرهك ترتاح نفسيا. ليش؟ لأن أنت قاعد تحب شخص هو ما يحبك أصلا لهالعلاقة من الأساس. لا تسكت، تكلم، لا تقول فيني كبرياء، اكسره. كبرياء عن كبرياء يفرق. كبرياء اللي انت مهووس فيه خرافة، حكي فاضي. ليش انت تعلق انسان فيك، تخليه يحبك؟ كل مشاعره كانت تجاهك انت صادقة، ليش انت لا؟ ليش تقول انا اخاف اجرحه او اكسره؟ لا حياتي، تبدأ موقف انت بتحطمه كليا، ان انت قاعد تجامله، قاعد تكذب فيه. ليش؟ ان انت مو قاعد تعطي المشاعر الحقيقية. عادي، قل الصراحة، مو صراحة راحة، عادي قل لها، قل انا ما احبك، لا تلقى فيك زاد. ليش لما احنا نحب انسان نخاف ان احنا نقول له؟ نخاف على مشاعرنا. ثم خفت من هالإنسان ما حد ياخذه منك، عادي تقدم له قول له حجي، هو بيفرح أصلا إن في إنسان يخاف عليه، يهتم به، يحبه حيل. لا تسكت، قول اللي عندك، لا تسكت مهما كانت مشاعرك، كره، حب، لا تسكت. في النهاية أنت مجبور إنك قاعد تقول، أو إنك مجبور إنك تموت في هذا السكوت. كل شخص سمعني الحين أعطاني شوي من وقته، أحب أشكره، أحب أقول له لا تبخل بالحكي على إنسان أنت تحبه أو تكرهه. عادي قول، يمكن هذا الإنسان اللي أنت تكرهه يطلع يحبك، عادي يعني. لا تعلقوا الناس فيكم، والله العظيم حرام. ناس عندها قلب تحس كنت هذا الكلام أو التحطيم حقك، أي أن أنت تقتل هذا الإنسان. لا تقول لا إلا فيه الحب وصل للجنون. هذه رسالتي لكل شخص ساكت، تكلم عادي. وأشكركم لكل من سمعني.